بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شراكم خياتي، شراكم خوتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا باحسن الاحوال. كما عودتكم دائما نتيجة تاع الوصفة تاع نهار اليوم نحطها لكم في بداية الفيديو. وكما راكم تشوفوا اشهى كاطو بزوج مكونات وانتي درتي كاطو يشهي وبنين يسخف. دوك تشوفوه معنا وكي قلت لكم زوج مكونات راح نشوفوه مع بعضنا وش هما المكونات، وثاني فيه فايدة كبيرة. لهنا دايا المكونات تاعنا عندنا كمية من التمر، عندنا 200 غرام تاع التمر. التمر رايحين نوزنوه بلا النواة اللي فيه، لازم 200 غرام بلا هذيك النواة اللي فيه. وعندنا 200 غرام تاع كاوكاو منقي، ولا تحبوا ديروا لوز منقي كما حبيتوا. انا هنا درت غير كاوكاو. هنايا نجيبوا لاشوار تاعنا رايحين نطحنوا هذيك 200 غرام تاع الكاوكاو. كيفاش نطحنوها تكون رقيقه، دوك تشوفوها معايا باش تجينا عجينه وتنطم لنا مع هذاك التمر. هيديكم لهنايا رايحين نطحنوه مع بعضنا، وذوك نوريكم كي طحناه كيف ما جا. كما قلت لكم قاطو بزوج مكونات، وثاني فيه فايده كبيره. كما نعرفوا الكاوكاو او الفول السوداني الفوائد تاعو ثاني التمر والفوائد نتاعو، هذو هما المكونات اللي نحتاجهم. اما بالنسبه للتزيين فذاك اختياري، كل واحد كيف ما يحب يزين الحلوه تاعو. هاوليكم لهنايا الفول السوداني تاعنا ولا الكاوكاو كيف ما طحناه رقيق البنات. دوك تشوفوه معايا. ومن بعدها لهنايا نروحو نجيبو التمر اول حاجه رايحين نمسحوا الحبات تاعنا تاع التمر، راح يكونوا مغبرين ولا فيهم التراب ولا غبار ولا. من بعدها راح نفتحوهم نحيلهم هذيك النواه اللي فيهم ونوزنوهم على 200 غرام. لازم نفس الميزان تاع الكاوكاو هو نفس الميزان تاع التمر. لازم بعد ما نقوهم باش نوزنوهم، ماشي نوزنوهم ونديروا 200 غرام وهما بالنواه هذيك راح يوزنونا بزاف. لهنايا هاي ليكم هاني نفتح فيهم نقيها. اما بالنسبه للتمر لازم التمر تاعكم يكون معسل، ماشي ناشف. اللي كانت التمر تاعها شويه ناشف ماشي معسل بزاف تقدر تضيف معاه واحد زوج مغارف تاع الماء ولا كي تجي تطحنوا. اما بالنسبه لي انايا ماذا بكم تجيبوا التمر المعسل خير وخير، هكذا باه تتفاداو وتضيفوا الكميه تاع الماء. انا هنا راني نقي فيها ونوزنها 200 غرام، ونروحوا مع بعضنا نكملوا الوصفه. هنايا هاي ليكم بعد ما وزنتها ونقيته راح نطحنها. هنايا في المرحله هذه كما قلت لكم الا كان التمر تاعكم ماشي معسل ضيفوا له مغرف ولا زوج مغارف تاع الماء. واذا كان معسل كيما تاعي انايا ما كان له تضيفوا له حتى حاجه، جيست تطحنوه وخلاص. انا نطحنو لهنايا في لاشوار تاعي ودوك تشوفوا كيف ما حنحصلوا على عجينه. هذه العجينه اللي راح نطمو بها هذاك الكاوكاو تاعنا او الفول السوداني تاعنا. وكما قلت لكم تحبوا ديروا لوز، تحبوا ديروا جوز، اي مكسرات حبيتوا ديروهم. انايا درت جوست الكاوكاو. هذا وش كان عندي. وثاني بالكاوكاو تجي بنينه تشهي دوك تشوفوها معايا. هاوليكم لهنايا شوفوا العجينه اللي تحصلنا عليها، عجينه التمر. هاي ليكم اللي تقول لي ندير بالغرس ولا لا لا بالتمر خير من الغرس. الغرس صح تجي تصلح، مي بالتمر خير وخير، بالنا تاعها تجي خير وخير، يجي كيما هذاك التمر المحشي كامل نعرفوه. ثاني اذا حبيتوا نتوما اذا كان التمر تاعكم ماشي معسل وبغيتوا تخلطوه ممكن تضيفوا معاه شويه تاع شوكولا طارتيني ولا الا كانت عندكم. الاختيار اللي يرجع لكم مي باش ما تجيكمش حلوه بزاف. على هذا ما قلتها لكمش انايا، قلت لكم ضيفوا مغرفه ولا زوج تاع الماء. الا اذا حبيتوا نتوما الحلاوه معليش تضيفوا مغرفه نتاع شوكولا طارتيني. انايا خلطت المكونين مع بعضهم كما راكم تشوفوا باه نطم العجينه تاعي باه يدخل كاوكاو في التمر ونتحصلوا على عجينه. كما شفتوا الطريقه سهله ومكونات بسيطه، وراح ديروا احلى حلوى. تقدروا ديروها لوليداتكم ياكلوهم، فيها فيتامينات. ديروها لكم نتوما، ديروها تديوها في يديكم تكون عندكم طريق ولا مناسبه ديروها في داركم. وهاي العجينه اللي تحصلنا عليها. هنايا رايحين نشكلوا الكويرات الحجم اللي حبيتو، عندكم من 20 حتى ل 30 غرام كيما حبيتو. انا هنايا راح نديرهم 25 غرام. الحجم تاعهم متوسط، ما نحبش الحبه الكبيره بزاف وما نحبش الحبه الصغيره، هكذا باه تتكل الحبه نتاعي. وكما العاده عينكم هي ميزانكم. نكمل كامل انا الحبات هذوما
كيما راكم تشوفوا نكورهم بهذا الشكل. والتزيين كيما قلت لكم اختياري، تحبوا تخلوهم هكذا ديروا، ولا تحبوا تزينوهم كيما انايا زينت بالجلجلان كامل. ثاني نعرفوا الجلجلان والفوائد اللي فيه. الوصفه تاع نهار اليوم وصفه الفوائد، وصفه تفيد الجسم تاع الكبير والصغير، وثاني لاولادكم والله راح تفيدهم. هنايا جبت هاد الجلجلان حمصته غير شويه، ما حمصتوش بزاف، غير جست حمصته شويه. نجيبو هنا الحبات تاعنا هذوك رايحين ندخلوهم في الجلجلان وبهذا الشكل. ومن بعدها رايحين نعبزوهم، ما نديروهمش نخليهم شكل كره، لا راح نضغطوا عليهم شويه بيدينا كيما راكم تشوفوا، ورايحين نغطوهم كامل بالجلجلان. هذا هو التزيين تاعنا كيما راكم تشوفوا. تحبوا تلفوا الحبه كامل، تحبوا ديروا غير وجه واحد كيما شفتوا معايا انايا. كنت الحبه الاولى لفيتها كامل، والحبه الثانيه درتها غير وجه واحد. نكملوا الحبات نتاعنا كيما راكم تشوفوا. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، وتشوفوا التزيين تاعها كي سهل وبسيط. نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى تكونوا استفدتوا منها، ونتمنى تدعموني بالجيم وتكتبوا لي كومونتير، واللي ماشي مشترك في القناه يشترك وفعل الجرس باه يوصلوا كل جديد. هنايا جبت هذا العود هذا، نتوما جيبوا اللي كان عندكم. هذه المغرفه هذه تاع العسل راني ندير في جوست ثقب صغير في وسط الحبه تاعنا باه نديكوري بيها وخلاص. هنايا لانه راح نجيب شويه تاع شوكولا اترتيني وندير فيها في الثقب هذاك. نتوما تحبوا ديروا معجون المربى الكونفيتور، تحبوا ديروا طوفيه كراميل، اللي كان عندكم اللي حبيتوا ديروه تزينوا به زينوا به. انا كالعاده عندي شوكولا، درت غير جيست من الفوق كيما راكم تشوفوا على جلبه نكسر اللون، وثاني نعطي لها ذوق ومنظر شباب. اذا كنتوا ثاني درتوها باللوز ولا تقدروا ديروا حبه تاع لوز من الفوق، ولا الاختيار هذا كامل يرجع لكم انتم واش حبيتوا تزينوا الحلوه تاعكم. هاي لكم لهنايا نكمل الحبات هذو عندي اللي عندي كيما راكم تشوفوا. جات منظرها يشهي، وثاني ذوقها ما نحكي لكمش. التمر غني عن التعريف، الجزائر معروفه بدقلة النور. وثاني الفول السوداني ولا الكاوكاو ثاني عنده فوائد كامل نعرفوهم. الجلجلة ثاني عنده فوائده كل واحد والفايدة تاعو، وهذه تفيد مليح للاولاد. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم. وهام الحبات نتاعنا كي كملناهم راح نديروهم في الكيسات كما راكم تشوفوا. هاد الكيسات هذو الصغار جوست حتى هما تاع ليدات فوغي تاع تمر محشي. وهاي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم كملناها، وجات سهله وخفيفه ظريفه وبزوج مكونات، وانتيا وجدتيها ليك ولوليداتك ولا كما قلت لكم المناسبه، ولا تديها في يدك. نخليكم اليوم ونتلقاو في وصفات جديده دائما كما عودتكم حلوه ومالحه. وسلام وتحيه مني انا ليكم.